يا صباح الفل يا مساء الجمال والعسل عليكم. النهارده بقى انا مش هعمل طبخ ولا اكل ولا اي حاجه. النهارده جايبه لكم كبه ميانتا. هقول لكم على عيوبها وعلى كل حاجه فيها. عيوبها ايه؟ فيها عيوب ما فيهاش. هقول لكم على كل حاجه فيها. طبعا طبعا ماركه ميانتا ماركه معروفه، هي تبع اخده تقريبا من توكيل مولونيكس. هقول لكم دلوقتي على كل حاجه اشتريتها بكام وخدتها في العرض بكام وكل حاجه كل حاجه. بصوا يا جماعه، الكبه عايزه اقول لكم هي 500 واط. الدرق بتاعها ما شاء الله هتشوفوه دلوقتي، مصدوم بجد معايا في التصوير. الدرق كبير جدا. انا بطلع لكم بقى كل حاجه في الصندوق وفي الاخر هروح شايلاه ونزلها على الارض ومطلعه لكم كل الخير اللي فيها. الكبه يا جماعه روعه بجد والله العظيم. هنشوفها دلوقتي مع بعض كشكل، وهنشوفها كاستخدام. انا هقول لكم على ده وهقول لكم على كل حاجه في الكبه من اول لما جبتها لحد لما استخدمتها، وهنستخدمها كتير كمان مع بعض، وهنعمل بيها اكلات ووصفات جامده جدا. بصوا الكبه دي يا جماعه كانت في العرض عامله 999 جنيه. دي اللي هي ال 500 واط. طيب وفي 400، في 400 واط عامله 850 جنيه. فانا بصراحه جبت بالمره، ما فرقتش ال 150 جنيه. جبت بالمره الكبيره التانية. الدرق بتاعها لتر ونص. دي تقريبا معدي اللترين. هي حجم الدرق بصراحه كبير جدا. هنا بقى بقول لكم بصوا، دي الاسلحه بتاعتها فيها 6 اسلحه زي ما انتم شايفين. عايزه تشغليه على 1 على 2 على 3 براحتك حسب الحاجه اللي هتستخدميها. اهو زي ما انتم شايفين بيتركب وبيتشال. ليه بقى هنا جراب كده عشان ما تتعوريش، لان السكاكين فعلا حاميه جدا. الجراب دوت حلو حامي عشان ايدك ما تعوريش كده، يعني حامي للسكاكين بتاعتها. بصوا يا جماعه الدورق ما شاء الله قد ايه. لا كبير بجد. انا عماله اوصفه لكم بس برضو مش باين غير قدامكم. يعني لما تجيبي الدورق كده هتشوفي حجمه ما شاء الله. بجد بجد يا جماعه فوق الوصف. ده كده الدورق بتاعها. بقول لكم اول حاجه ده الدورق. بصوا ما شاء الله كبير. ودوت كده بقى هنشوف مع بعض دوت الغطا بتاعها. والغطا بتاعها بقى بصوا يعني في ميزه حلوه. انت دلوقتي غطيتي، عايزه بقى تزودي ماده سائله، عايزه تحطي اي حاجه. البسبوس دوت انا نسيت يعني افتحه لكم واوريه لكم. بصوا بقول لكم يعني ايه الخامات بتاعتها، او هي بصوا يعني بصراحه متينه يعني كشكل. بصوا بقول لكم ما شاء الله عليها. ده الغطا بتاعها وفي بسبوس. يعني الكبه يعني متقفله تقفيل روعه بصراحه. طبعا احنا كلنا غنيين عن مونونكس. انا بقى كنت هجيب واحده تانية، هجيب اللي هي 400 واط. فيها زرارين زي الهاند بلندر بتاعي كده، اللي هو الزرار السيليكون. بس انا من كتر ما بضغط عليه بيدخل جوه وبيتعبني، انا بيألمني. فاللي حابب يجيب دي او دي. بس انا جبت بصراحه، هي التانية ميزتها ان هي فيها سرعه واتنين، تتكي على سرعه اولى وسرعه اتنين. انا جبت دي بصراحه كده تضغطي عليها تضرب الضربه مره واحده، لاني مش بحب الزراير. وانتوا برضو اختياركم. بقول لكم بصوا يعني الاسلحه بتاعتها ليها جراب. دي برضو ميزه حلوه فيها. هنا بقى هنعمل بقى تقشري بقى، هقول لكم بقى تقشري التوم وتعملي الكريم شانتيه وتفرمي اللحمه، وهتعملي حاجات كتير فيها. بس انا خايفه امسكها، ومع ان هي بصي متغلفه بس الاسلحه فعلا حاميه. انا حبيت اعمل لكم الريفيو ده عشان في ناس كتير بتسالني على الكبه، فانا قلت ايه اوريها لكم كده. بصوا بقى دوت بقى بنعمل بيه الكريم شانتيه، بنخفق بيه الكريم شانتيه. يعني لو مش عندك مضرب هتحطي السلاح دوت جوه الكبه وتخفقي بيه الكريم شانتيه. الخرام بتاعته دي كده هي الايه، الضغط بيطلع من الهواء بيخفق لنا الكريم شانتيه. ده اول حاجه. تاني حاجه الاسلحه اللي هي الاساسيه معانا، تفرم تقطع تعمل كل حاجه. تالت حاجه بقى هنا عندي زي ما انتم شايفين كده هوريه لكم. دي بقى ايه يعني الحاجه اللي هي بقى الروعه الروعه. الناس اللي مش بتحب تقطع تفصص التوم وبتتعب بقى من ضوافرها زي حالتي وعارف ايه وبتتعب والكلام ده، لا. دي بقى قشرة التوم. تحطي راس التوم تطلع لك متقشره يا وعدي على الجمال. هي سيليكون بقول لكم، بصوا هي مش بلاستيك، هي سيليكون. بصوا الجمال والحلاوه. عايزه اقول لكم كبه لهلوبه من كل حاجه. بجد تستاهل ان انتوا تجربوها. رخيصه جدا، تعتبر ارخص كبه. هي 500 واط على الوطات بتاعتها، على الامكانيات اللي فيها. عامله 999 جنيه في العرض. العرض كان يوم واحد. انا مش عارفه دلوقتي هيبقى موجود ولا لا، بس هم كل فتره بيعملوا عروض. بصوا بقول لكم بقى دي كده الادوات بتاعتها. والموتور بتاعها ما شاء الله اللهم بارك، تحفه جدا يا جماعه. اتمنى بجد اللي انتوا تجيبوها. انتوا عارفين ان انا بقول لكم على كل حاجه بامانه. اي حاجه بجيبها لازم اقول لكم اذا كانت حلوه ولا وحشه. بصوا اهو انا بقول لكم انا جبت اللي هي ضغطه واحده.
انا مش بحب التانية، مع اني ممكن تكون التانية حلوة لان هي سرعتين. لو انا هعمل حاجة بسيطة هضغط السرعة الاولى، ولو انا هعمل حاجة قوية هضغط على السرعة التانية. بس انا بصراحة عندي عقدة من الزراير اللي هي السيليكون دي، ان لما كتر ما بضغط عليها بتدخل لجوه وبتبوظ. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد وسلسلة.